تعال اقول لك ازاي تفحص كاوتش عربيتك بنفسك من غير ما حد ما يشتغلك، ازاي تكتشف العيوب اللي في الفردة عندك وازاي تعالجها. اول حاجة هتبص على النقشة بتاعت الفردة، والفردة طبعا لو النقشة بتاعتها ماسحة بالوضع ده كده محتاج تغير فورا. عمق النقشة يا اخوانا المفروض ما يقلش عن 1.5 مللي. تاني نقطة، لو لقيت فيه تشققات في الجنب او الفردة فيها تشقق، وده مش هيبلغ غير لما تقرب بعينيك من المكان نفسه، مش هتشوفها وانت واقف فوق، لازم تقرب بعينيك من الفردة كويس جدا وتبص. لو لقيت تشققات زي كده قرب معايا، هتلاقي الفردة متشققة. عشان تاخد بالك بص الفردة الجديدة عاملة ازاي، الجنب املس شبعان مواد بترولية، الفردة بحالتها. بص رقم 3، لو لقيت اي بالونه او اي بروز او اي حاجه في الجنب بتاع الفرده، تمام، تمشي ايدك على الجنب اللي جوه ومن هنا. رابع نقطه، تاريخ الانتاج. تاريخ الانتاج مهم جدا جدا، ما يكونش عدى عليه 5 سنوات. النقطه الاخيره، لو عندك مشاكل زوايا او مشاكل ترصيص، لو لقيت العجله فيها جنب بدا يتاكل اكتر من التاني او الاتنين من الجناب، كده عندك مشكله زوايا، محتاج تراجع العفشه فورا وتظبط زوايا. ولكن لو وصلت للحاله دي انت كده محتاج تغير خلاص، انت هتظبط زوايا وهتراجع العفشه وهتغير ترصيص. برضو هتلاقي الفرده في الدواسه نفسها هتلاقي فيه تنقير كده، حتت متاكله. برضو هيكون معاك رجه فوق ال 80 في الطاره او في الدركسيون، هتلاقي رجه، ده كده عندك ترصيص. ما تنساش اللايك والشير عشان الكل يستفيد بالفيديو. كل يوم سر من اسرار عربيتك معانا.